السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كل حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله يصلي على النبي. ان شاء الله النهاردة الروتين بتاعنا روتين مختلف كده، وهو روتين يوم الجمعة. عايزة اقول لكم ان هو من الروتينات اللي المفضلة عندي، يعني او من الروتينات اللي انا بحبها، روتين يوم الجمعة بالنسبة لي. قبل ما نبدأ الفيديو بحب أرحب بكل حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني، وبقول لهم وجودكم كالعادة على راسي من فوق. ولو لسه أول مرة كده بتشوفي القناة بتاعتي، ياريت تشتركي كده وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله من قناتنا المتواضعة دي، عشان قناتنا المتواضعة تكبر بيكم وليكم إن شاء الله. زي ما قلت لكم الروتين بتاع النهارده كده ده روتين جماهيري حبايب قلبي، روتين مطلوب بشدة. عايزين نشوف السمك وهو بالشوا في الفرن البلدي. طبعا عايزين يعيشوا معانا كده الاجواء في الارياف. عايزه اقول لكم ان انا شويت معاكم السمك بطريقتين قبل كده. شويناه في فرن الغاز، وشويناه كمان على البوتاجاز كده على الصاجة. بس عايزة اقول لكم ان افضل حاجة في شوي السمك فرن القش ده. عايزة اقول لكم بيديه نكهة وطعم مختلف تماما عن النوعين التانيين اللي احنا عملناه. بس طبعا لو انتي مش من الارياف بقى وما عندكيش الافران دي، فخلاص بقى اعملي ايه على الفرن الغاز او على الصاجة زي ما عملنا قبل كده، وهيبقى حلو برضه. بس انا عايزة اقول لكم ان الفرن البلدي ده بيفرق في الطعم جدا، في طعم السمك، طعم العيش، طعم لو بتعملوا رز معمر. بيفرق خالص بالنسبة لي. يعني معرفش في حد زي كده ولا لا. اللي زي بقى يكتب لي كده رأيه في التعليقات. انا هنا كنت حميت الفرن خالص، يعني لازم النار تبقى عالية جدا كده من تحت. حطيت فيه خشب وحطيت فيه قش اللي عندي ما حمي خالص، والصاجة بتاعته ديت سخنت خالص. عشان احنا ما ينفعش نحط السمك بتاعنا والصاجة مش ما هياش سخنة. لازم تبقى الصاجة بتاعتنا دي سخنة خالص، عشان السمك بتاعنا ما يلزقش زي ما يكون بنشويه على البوتاجاز بالظبط. بعد ما اخد معايا وش كده من تحت، بدأت ان انا اقلبه كده على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا كل ما النار تطفي بحط لها حتة خشبة او شوية قش، بتفضل الفرن سخن معايا. والسمك بتاعي كمان ما بيلزقش عشان الصاجة بتاعتي طبعا سخنة جدا. هقلب السمك بتاعي لعندي ما يتحمر خالص زي ما انتوا شايفينه معايا كده. عملنا ايه بقى؟ الصاجة بتاعتنا عشان حامية ما بنقلبش السمك فيه كتير، بنسيبه كده لعند ما ياخد لون من تحت، وبنقلبه كده على الناحية التانية، وبيبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه معايا ده. عايزة اقول لكم ان احنا بنحب السمك مشوي كده. طبعا في ناس هتقولي ده ابيض. عايزة اقول لكم ان هو كده بس السمكة ناشفة. هو كان بسم الله ما شاء الله عليه، بألف هنا وشفا لكل اللي كل منه. هنا بقى انا كنت عاملة الدقة بتاعته. طبعا عاملاها معاكم قبل كده. ده ليمون وملح وفلفل اخضر او احمر زي ما انت عايزه، وتوم وبهارات. وعايزه السمك بتاعك القشره بتاعته تفصل عن اللحم، حط شويه زيت في الدقه بتاعته او في التمليحه بتاعته زي ما بتسموه. هنا بقى السمك بتاعي خارج سخن، والتمليحه بتاعتي كده جاهزه، او الدقه بتاعتي جاهزه. بدأت ان انا املحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ان النهاردة كده العيلة كلها متجمعة. ربنا يا رب يديم علينا كده لمة العيلة. وزي ما قلت لكم ان روتين يوم الجمعة ده او اي حاجة بعملها يوم الجمعة بتبقى طبعا من الروتينات المحببة على قلبي. اللي زي طبعا كده يكتب لي رأيه يا حبيب قلبي في التعليقات. هنا بعد ما شوينا السمك وبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، انا شويت جزء، وكنا جايبين جزء تاني منضفينه كده ومتبلينه. بصراحة يعني مش انا اللي نضفته، مامتي ربنا يا رب يديلها الصحة هي اللي نضفته وغسلته كويس. طبعا شالت القشور اللي عليه. كلنا طبعا حبايب قلبي عارفين تنظيف السمك، لان احنا كلنا بسم الله ما شاء الله ستات بيوت يعني شاطرين. هي نضفته وتبلته كده تتبيلة قلبه كده من جوه ومن بره، بفلفل اخضر وتوم وتوابل. انا هنا بقى جيت عشان هقليه ان شاء الله كده معاكم. جبت هنا
كوباية كده من الدقيق، عليها كده معلقتين من النشا. حطيت بقى توابل بقى بابريكا، فلفل اسود، كمون، كزبرة، اي توابل موجودة عندك. وحطيت برضو كده شوية كده من الملح. لازم الدقيق بتاعنا حبايب قلبي يكون متبهر او يكون عليه توابل عشان يدي نكهة حلوة للسمك. احنا متعودين نقلي السمك بالطريقة دي. جربيه بس بالطريقة ديت وان شاء الله هيعجبكم. عايزه اقول لكم ان معلقه النشا بتفرق جدا في تحمير السمك. ليه بقى؟ بتدي قرمشه كده جميله قوي للغلاف بتاع السمكه، وبتبقى طريه كده من جوه وطعمه جميل جدا. هاخد بقى ليمونه كده من اللي معصوره على السمك دي، وهروح بها فين؟ اروح بها على الزيت بتاعنا اللي بيسخن. عايزه اقول لكم ان دي مش هتطلع ريحه للسمك بتاعك وانتي بتقليه، يعني هتقلل الريحه بتاعته. وكده كده السمك المقلي بيطلع له ريحه، بس ايه، هتقلل الريحه بتاعته وهو بيتقلي. هنا بقى انا هعمل كميه السمك بتاعي، هبدا ان انا احطها في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما اتبلها بالدقيق خالص، هنفض السمكه بتاعتي عشان اما تتحط في الزيت ما تحرقش الزيت بتاعك، وتبقى السمكة ايه شكلها مش حلو. واحنا عايزين السمك بتاعنا يبقى طالع احمر وجميل كده. الزيت بتاعنا كده كان سخن كده خالص. مش هنحط السمك والزيت بتاعنا لسه ما سخنش، عشان لو حطيناه كمان وهو لسه ما سخنش السمكة بتاعتي هتلزق كده في الطاسة ومش هيبقى كويس. هنيجي نقلبه هيبقى لازق، مش هنعرف نقلبه. هوطي بقى كده النار عليه خالص كده لعندي طبعا ما يستوي، لان السمكة بتاعتي كبيرة. هوطي عليه كده النار خالص، واول ما هياخد لون هقلبه كده على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين معايا كده. شايفين اللون بتاعه؟ اللون بتاعه طبعا احمر وجميل، عشان طبعا احنا حاطين السمكة كده في الدقيق ومنفضين كده بعض الدقيق الزيادة اللي عليها، وبعد كده حطيناها في الزيت. عايزة اقول لكم ما غمقش لون الزيت ولا حاجة. هخلص كده الكمية كلها كده ان شاء الله، وهوريكم كده الشكل النهائي بتاعه. انا بفضل كده موطية النار عليه، واول ما هيجي كده ياخد لون التحمير بعلي النار شوية كده عليه. هنا كده كنت خلصت كمية الشوي بتاعي كده وهقدم الاكل. ايه رأيكم بقى في الاكلة بتاعتنا دي؟ عايزه اقول لكم احنا العيله كلها، طبعا عيله جوزي كلها متجمعين. ربنا يا رب يديم علينا كده لمة العيله. عملت سلطه، قطعت طماطم وخيار وبصل وشبت، وعملت رز ابيض عشان اللي مش عايز ياكل رز صياديه. وعملنا الرز الاحمر زي ما انتوا شايفين كده، ده حماتي برضو اللي عاملاه. عايزه اقول لكم ان الطعم بتاعه كان تحفه، يعني اللهم بارك، بالف هنا وشفا لكل اللي كل من الاكل ده. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي فعلا بتأكل احسن من الفراخ واحسن من اللحمة. ايه رأيكم بقى في شوي السمك بقى بتاعي وده تحمير السمك؟ وقطعت كمان بصل، وقطعت مخلل كده خيار. ايه رأيكم بقى في الاكلة دي؟ عايزة اقول لكم ان الاكلة دي من العشق بتاعنا. لو وصلتوا بقى لعندي هنا من الفيديو، يا ريت ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو كده في التعليقات. ولو لسه كده ما اشتركتش في القناة بتاعتي، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا المتواضعة.